اروح صابونيه تقدري ديريها لو كور ديالك، صابونيه الجسم اللي اخترعتها لك انا شخصيا، ولا اروع. تطبقيها بعد ما تكملي غسيل الدواره وتشوى تاع الزليف، تخلي لك ريحتك روعه وتخليك بيضه تشعلي. وجيبي لي طرف تاع الصابون ريحيه وحطيه في بول كيما هكا، وروحي جيبي لي لو جل دوش اللي تغسلي به، وحطي دي بومب كيما راكي تشوفي 3 بومب ما تكثريش. وانا هنا درت كميه صغيره وانتي دوبلي الكونتيتي على حسب ما تحبي. وبداي تخلطي لي هذاك الجلدوش مع الصابون اللي عندك، الصابون اللي تحبيه طبقيه وشوفي لي وركزي لي تري بيان حتى تلحقي لهذا القوام، يعني يتلم. بعدها تبداي تزيدي كيما راكي تشوفي هكا وتخلطي، تبقاي تخلطي نوارتي حتى تلحقي للقوام الكريمي اللي به تقدري تحصلي على اروع صابونيه. شوفوا لهنا انا نسرع في الفيديو باش تقدروا تشوفوا كامل المراحل وتعرفي بيان كيفاش تخدميها. شوفي لي القوام ديالها كيفاش يولي، تولي اون كريم. وهذه هي الصابونيه. وهنا جبت زيت الورد، زيت الورد معروف انه يفتح ويبيض وميم طون ريحته بزاف شابه. زدت منه قطرات هذا مكان، وانت زيدي اي زيت عندك، زيت اللوز، زيت زيتون، زيت جوز الهند، كيما حبيتي. وهكا نكونوا تحصلنا على اروع صابونيه طبيعيه تخدميها وحدك في الدار بلا ما تشريها. ديري حفظ لهذه الفيديو وطبقيها في هذا العيد الكبير، على بالي راح تدعي لي وما راحش تندمي، راح تلقاي ترطيب تفتيح وريحه تهبل. هذه الصابونيه طبقيها داخل لا دوش كل ما تدوشي.